عمر الفلوس ما تعملك كبير. المعايير اختلت يا استاذ طارق. قصة غير كده خالص. مهندس غزل ونسيج، دماغه في الكهرباء، في التجارة، كان صاحب رؤية، أنا منبهر بيه، حقق حلم، راجل ناجح جدا جدا جدا. أنا تاجر مخدرات ولا معايا فلوس كتير، خلطة كده سرية سحرية، بس أنت ممكن يجيلك فرصة تتنقل نقلة تانية. هو رجل قدم كتير جدا للعمل العام، نقل النادي الأولمبي نقلة تانية خالص. بيحقق معادلة غريبة قوي، أدي واحد خبير، زاد احترامنا له. استخدم فلوسه. لا بالعكس، النماذج دي موجودة. الراجل ده ما اتغيرش. ده هو دعم البطل اللي هو شاف فيه انه ممكن يجيب ميدالية أولمبية لمصر. ناس محترمة رحلوا ولكنهم باقون معنا. شاهد على العصر، أستاذ طارق إسماعيل كاتب الصحفي الكبير. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة واللعب مع الكبار، حكايات وأسرار. وحكاياتنا النهاردة وأسرارنا هتمشي في اتجاهات برضو مرتبطة بأسئلة بتجيلنا وبكلام وتفاعلات انتوا بتبعتوه لنا على مستوى الصفحة وعلى مستوى الناس بتكلمنا وبتسألنا، ونقعد بقى نحلل في الحلقة. طب وفي ناس بتختلف معانا على فكرة، وفي ناس بتتفق، وده طبيعي جدا وده حلو. يعني أنا عايز أقول لكم إن هو ده الهدف من اللي إحنا عاملينه. اللي عايز يضيف كمان، في ناس بتبقى عايزه تضيف على التاريخ اللي بنقوله او الموضوعات اللي بنقولها، لكن في النهايه هو ده الهدف من وجود الاستاذ طارق اسماعيل كاتب الصحفي الكبير والشاهد على العصر والمؤرخ للفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي، كم بكتاباته ومقالاته وابداعاته الاعلاميه، الا ان احنا بنلعب مع دور المؤرخ دلوقتي، هو دور الشاهد على العصر اللي بنستمتع كمان بحكايته قوي. انا عجباني الحكايات شخصيا، واتمنى انتوا تكونوا بتستمتعوا بالحكايات معانا. نورنا يا استاذ، الله يخليك. شرف ليا كالعاده. الله يخليك. احنا جدليات الحلقات خلاص، احنا كل ما نيجي نتكلم نلاقي جدل اكبر، نلاقي جدل اكبر ونخش في موضوع تاني. مش عارف احنا هنخلص امتى بصراحه، واحنا مش هنخلص خالص الحلقات دي ولا الفتره دي، لكن الناس كلها مستمتعه وبتسال وبتحاول ان هي تفتح لنا محاور نتكلم فيها في البودكاست بتاعنا. فتعالى ندخل على جمله ناس وقفت عندها جدا، قلتها لي في اول حلقه وانا وقفت عندها، وناس عايزه نبتدي منها مدخل عشان ندي امثله ونتكلم. وهي الجمله بتاعت الكبار، يعني مش اللي معاهم فلوس، كبار مش اللي معاهم فلوس ولا اللي معاهم مناصب. مظبوط. الكلمه دي وقفت عند الناس جدا، لان بقى في اللي بيتفق وفي اللي بيختلف. طب ادونا امثله، طب اشرحوا لنا، طب قولوا لنا الموضوع يمشي ازاي. فتعالى ندخل من المدخل ده. ما هو زي انا هعيد تاني، عمر الفلوس ما تعملك كبير. الفلوس عمرها ما تعملك، ولا المنصب يعملك كبير، انما ادائك انت ومواقفك وافعالك هي اللي هتخليك كبير. فناس كتير تتصور ان طب ما في ناس اغنياء كتير، يعني اسف معلش، يعني لو انا تاجر مخدرات ولا معايا فلوس كتير، لكن هل انا كبير؟ مش كبير. انا معايا فلوس كتير لكن عمري ما هبقى كبير. تمام. لو انا ماسك منصب والناس كلها كرهاني وما بعملش حاجه، هل انا كبير؟ انا كبير في المنصب لكن مش كبير في مقامي عند الناس. اذا انت ايه، الفلوس والمنصب ما بيعملوش كبير. كبير بيعملوا افعالك وتحركاتك. طب انا هدي امثله على إيه الكبير بقى اللي انا شايفهم من وجهه نظري. انا عندي حاجتين، دول اهم حاجتين دلوقتي بقوا في حياتي. المجموعه اللي كانت معايا في الجيش، ومجموعة تانية اللي كانوا دراسة لغاية ثانوي، اللي هي ابتدائي اعدادي ثانوي. دول ودول أعز أصدقاء ليا في الدنيا كلها. ودول اللي هتلاقي فيهم الناس بنقاء وصفاء غير عادي. بتوع الجيش ان هم الناس اللي احنا كنا مع بعض على الطبيعة بقى، يعني بتبقى عايش في ظروف صعبة، فانت بتحس بكل واحد، فبتطلع بالمجموعه دي، وانت اللي بتختارها وهم اللي بيختاروك، انكم تبقوا اصحاب طول العمر. فدول اهم ايه، مجموعه كنت ايه، احنا مع بعض من ساعه ما سيبنا الجيش. ونفس الحكايه مجموعه الدراسه. للاسف المجموعات دي احنا عملناها، يعني بتوع الدراسه دول، يعني بعد ما فات مثلا 30 سنه ولا بتاع، ابتدينا نتلم تاني. الصدف، لان كان كل الناس في اتجاه الله يفتح عليك. يعني انا مثلا
راجل رحت الاداب وخرجت بقيت صحفي، غيري راح بقى كليه الهندسه، غيري راح كليه الطب، غير كل واحد بقى شاف مصلحته. الظروف ساعدت ان احنا ايه نجمع بعض، فبقى في جروب مثلا في ايه 10 15 واحد كده، ايه بقينا ايه بنتلم وبنتقابل ايه كل فتره مع بعض، نستعيد تاني الذكريات. نفس الحكايه في موضوع الايه الجيش. تمام. اتلميتوا. اه بنتقابل، دي مجموعه ودي كل واحد ايه، كل مجموعه بتتقابل مع بعضها. طيب تعالى مثلا في مجموعه الجيش، انا هقول لك ان انا معايا ناس انا منبهر بيهم. يعني ايه؟ يعني هم ساعات يجي يقول لهم ايه، انا ولا حاجه، انا حته صحفي، انما انا مبسوط بالمجموعه اللي معايا جدا، انا شايف نفسي اقل واحد فيهم. تمام. معايا مثلا حد انا بعتبره زي اخويا بالظبط، اسمه مهندس طارق محمود. طارق محمود ده خريج كليه تجاره، كان معايا، كان ايه عنده هوايه انه بيحب ان هو يصلح يعني حاجه كده، دماغه في الكهرباء. اه رباني ده بعيد عن اه لا تخصصه لا لا خالص. لا 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 لا، ومن هو صغير بيصلح الراديوات الترانزستور، وبعدين بقى تلفزيونات، وبعدين ايه ويروح هو في الصيف يشتغل عند حد. بعد كده وهو لسه في الجامعة راح مأجر محل. إيه يعني شغال كده. بعد ما خلص طب يا ابني انت راجل ممكن تروح لا انا عايز اشتغل في المجال ده، ليصبح واحد من عنده من اكبر شركات الاجهزة الكهربائية. يعني ايه واحد ايه ده حقق حلمه حقق بايده حلم بايده بكل حاجه في بنجاح. تفصيله بعيد انا عن اي منبهر حد. بيه جدا. تمام. ادي واحد، ده ده كبير. ده كبير جدا عندي، بصرف النظر بقى حجم الفلوس ايه لا ما هو بقى في فلوس، ما احنا هنتكلم بقى في فلوس تمام. وبقى في لا امكانيات وبقى انما في. انا منبهر بيه ان هو عامل نفسه من الصفر، هو اللي عمل نفسه، محدش تاني. اسره هنساعده. عاديه جدا خالص خالص، ما عندوش حد يساعده. تمام. هو اللي ساعد نفسه وهو اللي عمل ده، وانا مبسوط بيه ومنبهر بيه وايه وكل ما ده كل ما يزداد ايه المحبه والعلاقه الطيبه الجميله بيننا. طيب في نفس المجموعه مهندس عبد العليم بحيري، وهو اساسا من الدسوق. الراجل الجميل ده ايه مهندس غزل ونسيج، وراح يشتغل في شركه العمريه زي اي واحد عادي. موظف. حصل خلاف مع رئيس الشركه فساب الشغل خلاص، فبيروح لمصنع عادي جدا. حبيبي انت كنت بتاخد هنا كذا، انا مش هقدر اديك لا كذا. قال له ماشي. الراجل عايز بيدور على بشغل. ايه شغل، بيبتدي هو حياته. صغير قال له بس انت ممكن يجي لك فرصة تتنقل نقلة تانية. قال له ايه؟ قال له انك تعمل لي الخط للتصدير، خط للتصدير. فقعد عبد العليم شغال على الحلم ده لغاية ما حققه خلال فترة وجيزة، ليتحول المصنع ده كل إنتاجه للتصدير. حول المصنع كله. كل إنتاجه بقى للتصدير، وبقى من أكبر المصانع، ونجاح غير عادي. وقريب كان معايا ضيف جميل كده جاي من بره، وعايز ايه راح لهم قال لهم انا المنتج ده بجيبه من الدوله الفلانيه، انا عايزكم تعملوه زيي، لان انا عارف انتوا تعملوا لي ايه اقل في التكلفه. يعني انا بدل مثلا ما بجيبه ب 10 قروش ممكن اجيبه ب 7 قروش، يبقى انا كمان كسبت، ضاعفت مكسبي. فهم شافوا الشغل، هو نفسه شوف بقى الاحترام. قال له لا الشغل ده ما ده احنا نقدر نعمله بس هو متميز، انت ما تفكرش انك تعادي واحد. اتنين هو طلب منهم حاجة وكان صاحب المكان موجود، قال لي عشان خاطر الاستاذ طارق انا موافق. مهندس عبد العليم رفض، اللي هو المفروض ده صاحبي واخويا وحبيبي. وعايز اقول لك احنا حتى الضيف اللي معايا زاد احترامنا له. انت انا بقول لك الرفض، لانه هو قال له لا 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 ما ينفعش. ده قال لصاحب الشغل، قال له لا، قال له لا 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 احنا بنبوظ نظام المصنع. الشغل. قال له الشغل لا كده لا لا لا, لا. يبوظ. وصاحبك. انا منبهر بيه. يعني لا النظام لا اللي هو عمله في سنين انا مش لا هخترقه لا حتى عشان واحد لا صاحبي النظام واخويا. بتاع الشغل يمشي. تمام.
النظام اللي هو والسيستم عمل مصنع بيصدر العالم كله. يعني يعني انت امشي بالنظام. انا في كل ده طبعا انا، لان طبعا ممكن واحد تاني مخه مقفول ويزعل، وازاي وانا صاحبه واحرق. لا بالعكس، انا مبسوط بيه جدا، بالذات احترامي له، تمسكه بمبادئه باهدافه بقيمه اللي خلته في موضع الكبار. وهنا القيم والمبادئ والاخلاق دي تخليك كبير. الله، طب هي الكبير دي في الفلوس بس؟ لا. طب والقيم والمبادئ والاخلاق دي؟ وهو النهارده قدر يعمل اضافه حقيقيه في الصناعه المصريه. تمام. يبقى اذا انت ادي نماذج. طيب تعال نشوف بتوع الدراسه. بتوع الدراسه كلهم ناجحين، انما انا وقفت عند واحد برضو شخصيه جميله جدا، مهندس اشرف رضوان. ده من الاول جات له فرصه انه يشتغل في الحكومه، هو مرضاش، دخل في مجال القطاع يروح من المكان ده للمكان ده للمكان ده، معتمدا يعني مثلا يروح في مصنع، فالمصنع وقته وخلاص، يعني مثلا بيقفل بيعمل ظروف خاصه اي ظروف، بالمكان. فبينقل معتمدا على حاجه بس، اللي هي قدراته ونجاحاته وامكانياته ومهاراته او السي في بتاعه. لدرجه هو دلوقتي شغال في الامارات، وجايبينه جايبينه خبير اذا انت دولي. النهارده الكبير هنا كبير بعمله. النماذج دي موجوده. انا بقول لك اسامي، وانا الاسامي اللي احنا بنتكلم فيها اصل الناس اللي بتتكلم في ان يا جماعه لا اللي معاه فلوس لا في ناس بتنجح وبتحقق وبتعمل امكانيات كبيره. نكمل بقى على اخونا التاني الاستاذ احمد طه. ده راجل اسكندراني عادي جدا، كان بيشتغل عادي كده، هو دماغه في التجاره قوي. دماغه في التجاره، وكان قاعد في مصر بيعمل شغل، وبعدين هو ما حسش بنفسه في مصر. هو ناجح، هو كان يعني كويس مش وحش، تمام، بس هو عايز فراح واختار بلد. انا قلت لا، ده هو حصل له لوسه في عقله خلاص، ده بدأ يخرف. راح الجزائر. الجزائر ما هياش زينا، انا عايز اقول لك ان النجاح بيحصل في اي حته، يعني مش البلد ما راحش مثلا يشتغل في امريكا، في ايطاليا، في الدول اللي هي تقدر تقول في الامارات، في الخليج، في حتت معينه. فراح يشتغل في الجزائر وخلاص، راح بقى والقطع اتصلت وقلت بقى خلاص، ده احمد ده خلاص، عشان يرجع راجل ناجح جدا جدا جدا، وعامل نجاحات غير عادية، وقدر يخترق من المجتمع الجزائري اللي احنا للأسف الشديد نكتشف من خلاله ان احمد يقول لك الناس طيبين جدا ومحترمين وبيحبوا مصر وعشاق، واللي احنا مش قادرين نوجد النهارده الاليات التعاون الضخمه اللي تحقق النجاح بيننا وبين الدول العربيه دي، خاصه بتوع شمال افريقيا، خاصه دوله زي الجزائر اللي هي النهارده عندها امكانيات كبيره جدا جدا جدا. فاحمد يحقق نجاح كبير ويعمل ويبتدي يقعد في المجتمع الجزائري كواحد مصري محترم ناجح، ويعمل معاهم شغل كويس جدا. لا وبقى يعني كمان بيصدر العالم، بيصدر هنا وهنا وهنا، وبيعمل شغل كويس، وله علاقات في مجال الثقافة والرياضة، ورؤساء الأندية بيحبوه وكده إذا أنت النهاردة عندك نماذج أصبحوا النهاردة ما يعتمدوش لا على فلوس ولا على نفوذ ولا على اي حاجه، اعتمدوا على جهدهم وعطائهم ونجاحهم اللي خلاهم في حته تانية، وهم مش جوه المشهد يعني ولا هم بيطلعوا قدام الكاميرات. اسامي موجوده يعني يعني وقت ما حد يطلب يقول لهم اهي، يعني لا في حد الحمد لله يا رب يديهم الصحه ودي طولة العمر ما في، كلهم موجودين. فاذا انت عندك ناس تقدر انها تحقق حاجات. طيب على نفس النماذج دي مثلا انا حدي شخصيه مثلا انا شفتها وحضرت وكبرت بقى في كل حاجه، زي الدكتور كرم الكردي مثلا. الدكتور كرم انا اعرفه من زمان جدا جدا، وهو شخصيه عاديه، هو كبر عاديه من ناحيه ايه؟ عاديه ان هو ما كانش عنده القوه ولا لا، اسره عاديه محترمه جميله مصريه،
ولا ايه شخص هو طبيعي يعني. واشقائه، لكن هم بيفكروا في النجاح وازاي يطوروه ويكبروا لغايه ما بقوا فعلا من الكبارات عن حق. ده كبار بجد. ماديا آه. وادبيا آه. وثقافيا كل حاجه، وسياسيا والعمل العام. ورياضيا وكل لا بس حاجه. لازم نقف عند الدكتور كرم كردي فعلا. تمام. يعني لازم نقف عنده اه لانه حاله برضو تمام. مثلت تاريخ المونديال. انا وجهة نظري بقى ان هو كبير في ايه؟ انه لم يتغير. مم. الدكتور كرم ميزته انا اعرفه انه الراجل ده ما اتغيرش. لا تعال احكي لي اي بدايه، يعني يعني احكي. يعني ايه؟ يعني انا اعرفه مثلا ايه، اول التسعينات، مم. يعني ده كان في سنين. البدايات خالص. ايه هو زي ما هو، يعني انا اي وقت ايه، فيه اولا حب واحترام وتقدير وكل حاجه. الكلام ده يعني اي وقت اكلمه يكلمني مم. يرد. في ناس ممكن تتغير، هو لم يتغير. هو هو ايه؟ هو نفس الشخصيه. هو يعني هو وعايز اقول لك ايه، الدكتور كرم كان عن نوع من البساطه. يعني ايه؟ يعني ساعات الناس كانت تفتكر يجي يقول لي طارق انا جاي لك بالليل او بتاع، ده هو بيقولها حب. يعني هو مش انا جاي بالليل لان هو دي حاجه جميله ان حد اللي بيرى ان بيتك هو بيته ده كده. يعني احنا البيوت مفتوحه على بعض، العلاقه الممتده، العلاقه الجميله اللي لم تتغير. انا عايز اقف عند دكتور كرم كردي لسبب، عشان نبقى ماشيين في الخط. طبعا احنا ادينا نماذج للكبار اللي خلاص بيشتغلوا بايديهم ومش مستنيين يطلعوا، مستنيين اللقطه زي ما بيقولوا دلوقتي، ولا مستنيين المشهد، ولا مستنيين يربطوا حتى. يعني هم كلهم منهم رجال اعمال ناجحين جدا ومعاهم فلوس، لكن صنعوها بانفسهم، وجزء من الاقتصاد الوطني، جزء من صحيح. الصناعه. يعني الناس اللي بتدور النهارده على كفاءات وكوادر على للصناعه. فكره الكلام الجميل اللي انت قلته ده، انا ايه عايز اكد على ان كل اللي انا قلتهم دول هم لا عايزين ولا عايزين، ويمكن انا قاعد معاهم هم ما يعرفوش حتى ولا مهتمين ان انا صح. هم ما يعرفوش اصلا ان احنا هنتكلم لا عنهم لا مش النهارده. في دماغهم حكايه بالظبط. الصحافه ولا الميديا ولا الكلام ده. هم في دماغهم العمل والعطاء والجهد ايه والكفاح، هو ده اللي في دماغهم. يعني ما هماش مثلا النهارده العلاقه اللي تربطنا ببعض فيها اي مصلحه. يعني انا بتكلم على ناس هم بيحبوني وانا بحبهم، مش لان ده مهندس وانا ولا لا لان صحفي، لا، قصه غير كده خالص. يعني عايز ارجع لدكتور كرم لسبب ان هو بيحقق معادله غريبه قوي. يعني انا وبرضه عكس الافكار، طالما احنا ماشيين في خط الكبار. دكتور كرم كردي واحد من الناس، رجل اعمال كبير جدا هو والاسره يعني. من الناس الاسكندريه يعني كلها عارفه مين دكتور كرم كردي، ومصر كلها عارفه مين دكتور طبعا كرم كردي. طبعا. وفي نفس الوقت على المستوى العمل العام هو رجل قدم كتير جدا للعمل العام في مصر بشكل كبير. كان موجود في كل الأماكن، كان موجود في كل المناصب، ومع ذلك كمان كان ناجح فيما يقدمه. كان صاحب رؤية وكان صاحب أفكار كتير جدا. وده عكس بعض ما يقال الآن أو بعد ما يحدث، إن الناس يعني بتظهر في المشهد بفلوسها، ولكن لما يجي تشوف مردوده على الأرض في بعض الأوقات، طبعا مش بعمم ولكن البعض، تيجي تشوف مردوده على الارض في العمل العام او في اي منظومه، تلاقي ان القصه يعني ما قدمش حاجه. هو الراجل استخدم فلوسه نوصل لنفوذ معين، وابتدى يشتغل في العمل العام، وابتدى ان هو يحاول، لكن ما قدمش حاجه، على عكس تجربه زي دكتور كرم. فده يخليني اسال السؤال: هو كل رجل اعمال او مستثمر مثلا يقدر ان هو يكون موجود في العمل العام، ولا دي ليها قواعد خاصه عشان يبقى كبير في العمل العام؟ بالاضافه، عشان بس اكمل نقطتي للاخر، بالاضافه طب ايه هي المواصفات؟ طب ليه الدكتور كرم مثلا مختلف؟ ليه في نماذج تانية على فكره شبه دكتور كرم في توقيت معين مختلفه عن اللي بنشوفه في بعض الاوقات دلوقتي؟ بص عايز اقول لك، للاسف ان دلوقتي بعض الناس بيتصور ان الفلوس تصنع المجد وده. بعض الناس بيدخلوا المناصب بامكانياتهم وظروفهم، لكن هتنتهي مدتهم، هينتهي مناصبهم، هينتهي ده كله، محدش هيفتكرهم. انما انت بتفتكر اللي زي ما بقول لك ان بيبقى له بصمه، اللي بيبقى له ذكرى، اللي بيبقى له موقف عمله وانت هتتذكره.
عشان كده بقول لك الكبار هنا في الافعال والمواقف. انت ممكن انت بسهوله جدا بفلوسك تدخل اي حاجه او تاخد اي منصب، او انما مش هتبقى جوه اعماق الناس، مش هتظل فيها. لا، لا، اللي بيظل هو اصحاب المواقف، اصحاب الحاجه اللي انت تقعد تفتكر له ان ده عمل وعمل وعمل كده. وساب اثر كذا. طبعا يعني الدكتور كرم بقى، الدكتور كرم عايز تتكلم عليه من الناحيه الرياضيه. ما تعالى بقى ناخد كل ده بالمره، ما جت سيرته اصلا. ما انا بقول لك مثلا من الناحيه الرياضيه، هو راجل كان رئيس النادي الاولمبي، كان عضو اتحاد كوره، يعني كان ده مسك كان عضو اتحاد كوره في واحد المجالس الاقوياء جدا على مستوى الكره لما المصريه. مسك النادي الاولمبي تعالى كمان نبتدي عمل بالاولمبياد. ايه؟ النهارده مسك النادي الاولمبي وخاض والناس بس ممكن تسال ليه العلاقه، يعني لان احنا خدنا مع بعض معارك مشتركه. أيوة. يعني كان هو نازل قصاده قياده من الحزب الوطني وقتها، واحنا كنا الاثنين اعضاء في الحزب الحزب الوطني. انا انضميت للدكتور كرم، ما انضميتش وقتها للمرشح اللي اتقال انه ده بتاع الحزب. يعني كان ممكن يتخذ اي قرار عادي، احنا عادي، احنا مش فارق خدت معانا اي الموقف حاجه للاصلح من وجهه نظري. للاصلح، وان ده خلاص بقى احنا بقينا كلنا زي الكيان الواحد، في صداقه وفي محبه وفي حاجات. انا ده لازم الواحد يقول الكلام ايوه ده. بس حضرتك عندك قناعات، كنت دكتور كرم في الوقت ده غير عاديه. لو انا ما عنديش قناعات كنت هقول له لا يا دكتور ما تنزلش. قناعات غير عاديه. ايه اللي بيميزه ان هو، طب ما هو احنا النهارده ما ده اللي بتكلم فيه، ازاي هذا ما انا الرجل هقول لك بقى قادر ان النهارده هو يكون في الرياضه ينجح، يكون في هنا السياسه بقى ينجح. هنا لما هو دخل مثلا النادي الاولمبي، عشان تعرف ان احنا كنا على صح وعلى صواب. ان هو لما دخل النادي الاولمبي نقل النادي الاولمبي نقله تانية خالص. النادي الاولمبي لما تيجي مثلا انا حضرت ازاي كرم جابر بيجيب الميداليه وقتها الذهبيه. جزء كبير في الموضوع ده كان الدكتور كرم، وانا كنت معاه وحاضر وشاهد ايه اللي بيحصل وبيتم. لا ازاي، احكي لي. يعني النهارده من اول يوم قال احنا لازم نبقى قريبين من كرم، ما نسيبش الامور كده، لان كرم اشتكى وقتها. قال لي انا يعني الراجل عايز يحس بالرعايه باهتمام الدوله، فبدا ياخده هو اللواء المحجوب، يحفزه، يوعده بمكافآت. خدوا فتح له الطريق. بقينا نروح للدكتور علي الدين هلال اللي هو وعد بنفس الكلام. وقتها كان اعتقد انه تعين في احدى شركات البترول. كل دي خطوات. لما جت البطوله الدكتور كرم وبدا هو راح سافر بنفسه وحضر معاه ووقف. اذا انت مهيئ مناخ جاد نفسي عشان يحصل النجاح ده هو دعم البطل اللي هو شاف فيه انه ممكن يجيب ميداليه اولمبيه لمصر، بحسه بقى اللي يعني قدرته على الرعايه. اي واحد عشان يعمل نجاح لازم يبقى حواليه، او هو يشعر ان ناس كتير حواليه بتسانده وبتدعمه وانهم مستنيه منه النجاح ده. طب ده بالنسبه للنادي الاولمبي. انا هاجي للموضوع السياسي ده، الدكتور كرم ليه باع برضه في العمل على المستوى السياسي، لكن خلينا نتكلم على المشوار ده. يعني هذا الرجل لم يكن موجود في الرياضه، ما كانش موجود في العالم الرياضه في وقت ما، وكان معروف عنه انه رجل في العمل العام والعمل السياسي. والنهارده لما بنيجي نتكلم على الكوادر اللي موجوده اللي بتيجي تخش لاول مره في بعض الاماكن وتحديدا الانديه، بنلاقي لا يعني محاولات مستميته ان هو ينجح وما بيقدرش يوصل. ده هذا الرجل اللي جاي بيتعلم ازاي؟ طب بيوصل ازاي انه يبقى بالشكل ده؟ هنا شوف انت بتفتح في مجال بقى ايه. انت النهارده عندك القدره ولا ما عندكش القدره؟ مش بالفلوس بقى. لا، ما لهاش علاقه الفلوس. مش عشان الدكتور كرم معاه فلوس او راجل مستثمر او عنده قدرات. لا، انت عندك القدره والرؤيه والفكر انك تحقق ده. لو عندك هتنجح. فهو كان عنده الرؤيه دي وعنده الفكر ده وعنده المنهجيه دي اللي خلته ينجح مثلا في النادي الاولمبي. طب على مستوى اتحاد الكوره برضه نفس الحكايه طبعا. لا، هو فاهم جدا وما كان مكسب لاتحاد الكوره. لا، هو فاهم. هو الوقت بتاعه في اتحاد الكوره كان وقت قوي جدا على مستوى اتحاد الكوره جدا. في السياسه هو كان اترشح انه يبقى امين الحزب الوطني في اسكندريه، انما ما حصلش. يعني بتاع الظروف اللي احنا عارفينها والظروف اللي حصلت في البلد. انما هو كان من كوادر الحزب ومعروف ونشيط وله علاقاته والكلام ده، وما حصلش، الظروف ما ساعدتش. طب النوعيه دي من الشخصيات بتعتمد على الاعلام.
مش بالشكل اللي احنا بنشوفه النهارده، ولكن انا ملاحظ حاجه برضه عشان يبقى وقفنا عند المشهد. علاقات يعني شخصيه زي دكتور كرم، مش عايز احصر الموضوع في مم. دكتور كرم لان في لا نماذج لا لا تانية بالظبط. هنتكلم عنها، لكن اه واضح جدا ان في خلطه كده سريه سحريه وعلاقه خاصه جدا ما بين الاعلام الواعي وما بين الاعلام او الاعلاميين اللي هو يطلق عليهم اعلاميين بجد في هذا التوقيت، وما بين الكوادر الخاصه بالعمل العام وما بين رجال الاعمال. في حدوته كده مش موجوده بالشكل اللي احنا ده كلامك مليون في المية صح. كان في ارتباط وثيق ما بين الكوادر اللي زي الدكتور كرم والاعلاميين. ايه يعني، انت هتلاقي المحترمين هو كان له علاقه بناس كتير كويسه، وايه، فالعلاقه بقى دي ممتده ومستمره. وهو يعني مثلا كان يحصل مشاكل يقول لي انا هعدي عليك ونقعد ونتكلم، طب ايه نعمل ده، ايه طب نصلح ده ازاي نعمل، يستمع الى الاراء. وده اي واحد عايز ينجح. الكلام ده مش موجود دلوقتي، خلاص ما هو انتهى. ده. ده هم زي ما انا متفقين ان هم بيروحوا يجيبوا ناس يعملوهم هم اعلاميين عشان يقولوا لهم انتوا اجدع ناس واحسن ناس وافضل ناس. الكلام ده لا، ده يعني انت احيانا كنت بتعارض الدكتور كرم في بعض انا اقف الاوقات. حاجات اقول له لا يا دكتور الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده نعمل طب ايه فكان يرجع وايه وحاجات كتير. وانا ساعات كنت اخد رايه في حاجات م- عادي جدا. ما هو انت النهارده عايز توجد نجاح وعلاقه سويه، لازم يبقى الاراء متبادله من الطرفين، م- والاحترام متبادل، واللي احنا نسمع لبعض. م- هو ده، من غير كده مش هيحصل. م. وانا صحفي يعني كل اللي بكتبه هيبقى لا، لازم اسمع الاراء، لا انت صح في ده، انت غلط في ده وبتاع، فبيحصل النجاح ده. م. الكلام ده دلوقتي ما بقاش موجود. لكن دلوقتي الاعتماد على السوشيال ميديا السوشيال ميديا وهم بيخلقوا، هم بيعملوا ليهم ناسهم، هم بيجيبوهم عشان يقولوا لهم انتوا احسن ناس في الدنيا بس. سواء بقى ده صح او غلط، سواء لا لا، هتكون هو عمره نتيجه. ما هيبقى صح. ما هي هو عمره النتائج ما هيبقى صح. هي النتائج بتبان بعد كده، اه يعني احنا بنتفرج على النتائج، بس يعني هو في ناس هو مش تتقلب. هيبقوا عايزين يسمعوا. لكن انت الاول لما تيجي مثلا تلاقي عملاق زي الاستاذ ابراهيم حاجه، ما حكينا ان هو مثلا كان واخد قضايا ناس معينه زي الدكتور كمال شلبي والدكتور كمال درويش، ودي قضاياه م. ان الناس لانها دي قضايا لازم حقيقيه. ايوه، ان هو ان ازاي يساندهم ويدعمهم م. ويقف معاهم، لانهم يستاهلوا ده. وهم كمان يجلوه ويحترموه ويقدروه. م. واخد بالك؟ طب فين الكلام ده دلوقتي؟ طيب واحنا بنتكلم عن المشهد ده برضو. طب انا برضو بقف عند نقطه تانية، معلش النهارده في شويه تساؤلات بس مش مم. قادر ما اقفش عندها. الكوادر دي اللي كانت موجوده، اللي هي النهارده سواء على مستوى العام على مستوى الاعلام على مستوى حتى الشخصيات اللي زي حضرتك كنت بتتكلم عنها في اول الحلقه، اللي هي بتشتغل وبتنتج وبتقدر تحقق نتائج على الارض، ليه ما شفناش يعني بعد كده؟ او ايه اللي حصل خلانا النهارده ما بنشوفش حتى امتداد ليهم؟ الناس اتعلمت منهم. يعني انا شخصيا بتساءل، وده يعني دكتور كرم ما اعرفش ان احنا بنتكلم عنه دلوقتي يعني بالتالي هو مظبوط هيتفاجئ مظبوط اللي احنا بنتكلم عنه، مظبوط. لكن انا وقفت عنده شخصيا وانا علاقتي بيه يعني مش قويه قوي، احنا مش اصدقاء طبعا. علاقه حضرتك بيه طبعا ليا الشرف، ولكن اقدر اقول يعني سمعه انا بعرفه بس من اسمه ومن تاريخه وما قدمه. ولكن انا النهارده مثلا مش شايف دكتور كرم في المشهد، مش شايف النوعيات دي النماذج دي موجوده في المشهد على مستوى العمل العام، حتى على مستوى الصغير، مستوى ادارات الانديه، على مستوى الادارات الخاصه ب حتى المجالس النيابيه. الناس دي ابتعدت كثيرا بص، عن المشهد مع ان عشان عندها نبقى خبرات كبيره. منصفين، معظم الكوادر الجيدة ابتعدت عن المشهد والعمل العام. قولا هم اللي اه ابتعدوا، طبعا. هم اللي اختاروا اللي ابتعدوا. يعني هم اختاروا الظروف. ابعدوا مم. ايا كان، بس هم مش في المشهد. مم. يعني وده جزء من المشكله. طبعا انت دي مشكلة. لا، انت لازم تستعين بالناس دي، ولازم تقدر الناس دي، ولازم يبقوا قريبين، مم. وتستفيد كمان من الناس دي. مم. طيب انا يعني النهارده هنكتفي بهذا القدر، ولكن هنستمر في خط السير اللي احنا ماشيين فيه. احنا ابتدينا نتكلم في كلام يعني مش عايز اقول صعب، ولكن هو الكلام اللي الناس عايزه بتسالنا عنه، او اجابات اللي الناس بتسال عنه. من السؤال اللي سالته حضرتك، هي الناس دي بتعمل ليه؟ طب هي الناس دي النهارده مش موجوده في المشهد ليه؟ طب هو احنا النهارده عشان نعيد تاني صياغه الناس اللي تقدر ان هي تكون موجوده على مستوى العمل العام. علاقه الاعلام بالعمل العام دي برضو من الاسئله اللي جات دي لنا. مهمة جدا، فهي دي الحته اللي مهمة الناس جدا. كلها بتتكلم عن نموذج زي حضرتك برضو النهارده. انا بشوفك موجود في مقالاتك بالبرنامج بنعمل شغل موجود ومنتشر، ولكن انت حضرتك يعني برضو في كلام كتير بنبقى عايزين نقوله وما بنقولوش غير
هنا في برنامجنا اللعب مع الكبار، فالناس عشان كده بتسالنا وبتستمتع باللي انت بتقدمه. عايز اي اضافه او رساله توجهها كده للناس قبل ما نختم؟ بص، انا وجهة نظري ان اي حد بيتكلم على ان الكبار يبقى من خلال النواحي المادية او منصب، يبقى برضه ده واهم وبيحلم. لان هيظل الكبير كبير فعل، كبير قول، بدليل اللي احنا قاعدين نتكلم على ناس رحلوا ولكنهم باقون معنا. يعني خد بالك انه ناس رحلت، لكن احنا بنتكلم عنهم ليه؟ لانهم كبار. سابوا اثر. تمام. في مليون واحد رحل ومعاه فلوس محدش يتكلم عنهم. وفي ناس معاها بتشتغل دلوقتي وبتحاول انها تكون تمام. موجوده وما حدش عارف عنها حاجه. فالقصة مش في الفلوس ولا في المناصب، قصة في الأثر، في الجهد، في العطاء. أنا ذكرت ناس هم ولا طلبوا مني ولا قالوا لي ولا بتاع، لكن أنا جبتهم نماذج أنا شايفهم باصصهم ومبرر. في برضو مجموعة كل الباقي، يعني أنا عايز أقول لك كل مجموعة الجيش في منتهى الروعة، مجموعة الدراسة كلهم حاجة، وفيهم ناس بيكافحوا بيسافروا بره وبيشتغلوا وبيبذلوا جهد. يعني كل المجموعة لما تقعد تسمع حكاية كل واحد تفتخر وتنبهر بيهم. أنا وجهة نظري دول كبار، حتى لو محدش يعرفهم، لكن جوايا ان دول كبار. وانا ببقى مستمتع في اليوم اللي اروح اقعد فيه، سواء مع مجموعة الدراسة او مجموعة الجيش. ببقى في في حالة نفسية جميلة جدا، لانك بتقعد مع ناس نمرة واحد ان عندها صفاء ونقاء نفسي، اتنين مع ناس محترمة انا شايفهم كبار حتى لو غيري ما شافهمش كده. هو المعايير اختلت يا استاذ طارق. هو مش هو اللي حضرتك بتقوله هو الحقيقي، لكن بعض الاوقات المعايير بتختل في الوقت اللي احنا فيه ده. وده جزء من حاله الحزن اللي عند بعض الناس، ان معيار الكفاءه ومعيار القدره ومعيار الفكر هو المفروض اللي يبقى سائد، ولكن النهارده احنا بنشوف معايير تانية في بعض الاوقات. بص، كان الاول ان كان في ناس بتتبناني، وانا قلت اول حلقه ان في ناس اتبنتني وانا ولا اي حاجه، لانهم شافوني ان ممكن في كفء. يوم من الايام ابقى يعني ليا حاجه. لا وانت حاجه كبيره قوي يا لا، استاذ طارق. ربنا ده انت يخليك، الكبار ربنا نفسهم. يخليك. بشكرك يا استاذ طارق. انا اللي شكرا بشكرك. ليك جدا، شكرا ليك. شكرا. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، احنا مستمرين معاكم في اللعب مع الكبار. احنا النهارده حابين نتوقف بس كده عند ايه، عند يعني سؤال اتسالته فجاوبنا عنه في الحلقه، مين هم الكبار والمعايير دي اختلت واختفت، وجبنا لكم نماذج. لا الناس موجوده وبتشتغل وبتقدم كل اللي عندها، لكن في الحقيقه يعني ان احنا نقدر هؤلاء، هو ده اللي مطلوب في الفتره القادمه. كل الشكر والتقدير ليكم، اشوفكم في الحلقه الجايه.